جيل الغد أهلا جيل الغد أحبابنا جيل الغد أصدقائي أنا صديقة يتم نقل الصوت والصورة. الجهاز الذي نشاهد فيه البرامج بمختلف أنواعها وفئاتها ما هو إلا وسيلة عرض للرسالة المراد توصيلها للمشاهدين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم الثقافية. فيديون في التجهيز والإعداد لكل برنامج على حدة. فنحن عندما نشاهد برنامجا في التلفزيون فهذا البرنامج لا بد وأن يكون قد مر بعدة مراحل. فبعد كتابة النص التلفزيوني من قبل الأخ معد البرنامج يتم تسليمه للمخرج والذي بدوره يبدأ بالخطوات التسجيل في المكان المخصص والمعد للتسجيل هو ما يسمى بالاستديو والذي توجد به الكاميرات التلفزيونية التي تلتقط الصورة. عبد عزي وأحمد إبراهيم علي تقول المساهمة، وهذا استعراض سريع لبعض المساهمات من الرسوم الذين بعثوا إليها أصدقاء البرنامج إلينا. هذه رسمة من محافظة صنعاء من صديقة البرنامج سوسن محمد القرضي وأمل ولمياء ومحمد القرضي، شكرا لهم. أيضا هذه من زياد الخولاني ومن رجاء الخولاني، شكرا، هدية للبرنامج. وأيضا هذا الكرت من محمد وأحلام الخولاني، شكرا لهما. وهذه رسمة من صديقة البرنامج إجلال الإرياني، شكرا لها. وهذه من منيف ونسيم الخولاني من محافظة صنعاء، شكرا لهما. وهذه من أفراح عبد الله فارع، شكرا لها. أيضا رسمة لعدنان ولينا من فهد علي الخولاني وأخي ماهر الخولاني، شكرا لهما. وهذه رسمة من إيناس محمد الرمين من صنعاء، شكرا لها. أيضا هذه رسمة من إيناس، شكرا. وهذه رسمة ثالثة، أيضا هذه رسمة جميلة من الأصدقاء عبد علي عبد الله حنش وشوقي وحافظ عبد العزيز ومحمد عبدو وأحمد إبراهيم من مدينة الخوبان من لواء الحديدة، شكرا لهم. صديقات هذا البرنامج إلى هذه الزاوية والتي هي منكم وإليكم، مرحبين بكل ما يصل إلينا عبر هذا البرنامج وعبر حلقاته المتعددة من الأصدقاء الأعزاء إلينا جميعا. وننوه إلى ذكر صندوق البريد مرة أخرى لمن أحب أن يراسلنا عبره 1140 1140. هنا لدينا بعض المساهمات من الأصدقاء. المساهمة الأولى من صديق البرنامج عبد الرحمن محمد مكرد، تقول هذه المساهمة: ونحن في أعياد الثورة المباركة هذا الوطن، ونحن الآن في بداية العام الدراسي، نتمنى من كل الأصدقاء المذاكرة والاجتهاد من أجل التفوق والنجاح، وشكرا لبرنامج جيل الغد على تقديم كل مفيد. ونحن نقول له شكرا لك يا عبد الرحمن على هذه الكلمات المعبرة، وأهلا بك صديقا للبرنامج. هذه أيضا مساهمة أخرى من الإخوة ماهر وأسامة ورعد وشوقي مطهر الجبوبي بعنوان: الحكمة هي منار السبيل.
دايما جاهز على الآخر. أنا بشبوش أنا حاضر ودايما جاهز على الآخر. وقريش ده صاحبي حبوب بيعجبكم مهما يكون ساخر.